فيها، قصر معها، اطردها من بيتك، بد أبنائك عليها. ترى البر والله يا إخواني إنه دين، حتشوفه والله إنه تشوفه في أبنائك. والله إذا كبرت بكرة وجاك ذرية صالحة والله نشوف برهم فيك. أنت الآن على قيد الحياة، متزوج أو غير متزوج، فأمك يا تاج راسي قدامك وعندك في البيت، هل أنت بريت فيها؟ والله يا شاب سألته يا إخواني، قلت يا غالي بر في أمك. أنا يقال إني بنصحه وبلطف الجو عليه. والله يا إخواني يوم سألته قلت بر في أمك، قال يا خالد أنا عندي وصية لك. قلت ها؟ قال أنت اللي بر في أمك قبل أن تفقدها. قلت أنت يمديك سوي لها برادة وتبرع لها ولا قط لها في مسجد. قال أنا عندي أمنية واحدة، اسمع الأمنية يا من عقيت في أمك، اسمع الأمنية تكفى. يقول عندي أمنية واحدة، يقول شفت يديني هذه العشر، أصابعي هذه العشر، يقول ودي إني أحفر قبر أمي وطلع راسها وأقبلها. شفت كيف؟ شفت كيف الأم؟ شفت كيف الأم إذا فقدتها كيف تبغاها؟ ترى بتشتاق لها. أمك اللي ابتسامتها حرمتها. يا رب يعفو، يا الله يا رب يا كريم إنك ترزقنا بالرماد. يما إن كاني قصرت، أنت تشاهدين الآن أو بتشوفين المقطع، إن كاني قصرت لحظة أو ثانية في بري لك تكفين يما، سامحين. وادعي لي يما في سجودك إن الله يرحمني ببرك. قولوا آمين يما. أسأل الله عز وجل يرزقنا بر أمهاتنا، أسأل الله عز وجل يرزقنا بر أمهاتنا. إخواني أمكم عندكم الآن، والله إذا فقدتوها بتتمنون أنكم تبرونها. فأنا أقول لكم الآن يا تاج راسي ويا عين أخوكم، يا من تسمعوني الآن عندي هنا من المصورين والمشاهدين والمنظمين واللي يشاهدون هذا المقطع، أنا أقول لك هذه عند رجولك، ها تكفى. أنا أبوس رجلك، أمك سقق معي في الكلام هذا. أمك لا تموت وهي غضبانة عليك. شوف أمك لا تموت، تكفى وهي غضبانة عليك، تكفى. والله قلت لك أبوس رجلك، أمك لا تموت